ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. انا جايه وانا بتكلم معاكم انا حاسه ان انا مش بخير. دلوقتي حصل موقف وانا كنت لسه في الشغل. زي ما انتوا عارفين ان انا بشتغل في حضانه، بيحصل لي كل يوم مواقف كتير. من شويه حصل معايا موقف خلاني اعيد ترتيب افكار عن نفسي. خلاني افكر من الاول، هل فعلا انا شخص كويس ولا انا بدعي ان انا كويسه؟ بس يعني اللي انا وصلت له ان انا شخص بيحاول يبقى كويس، وان انا شخص اصلا ان انا بشر. من شوية كان في طفل عندي عمل حاجة غلط كانت هتأذيه وهتأذي أطفال تانية، فأنا لقيت نفسي بنفعل جامد جدا وبزعق جامد جدا. وبعدها بشوية أنا سكت وقعدت أفكر مع نفسي، ايه ده؟ مين دي أصلا؟ وعلى فكرة في ناس كتير قوي زيي، سواء أمهات أو مدرسات. الرحلة صعبة وطويلة، بس أعتقد إن هي يعني تستاهل ده، وإن شاء الله في النهاية نوصل لحاجة لأطفال سواء أسوياء. خلينا نعترف في الأول إن في غلط حصل، بس تفتكروا إحنا ممكن نحاول نصلح الغلط ده إزاي؟ أول حاجة، أنا جبت الطفل ده وفهمته واعتذرت له، علشان في ناس بتقول لا ما فيش حاجه اسمها انك تعتذري للطفل. لا، انا عملت حاجه غلط، زي ما بستنى منه لما هو يعمل حاجه غلط ان هو يعتذر. انا رحت اعتذرت وفهمته ان انا كان رد فعلي مش على قد الفعل او كان مبالغ فيه، بس انا كنت خايف عليه وفهمته وخلاص كده. يعني انا حاولت ان انا امحي من ذاكرته ان انا الحده اللي انا اتكلمت بيها، وفي نفس الوقت ما ضيعتش حقه. في الاخر حابه اقولك، لو انتي مدرسه او انتي بتحبي الاولاد والاطفال اللي معاكي قوي، تحاولي تعمليهم كل حاجه كويسه، وفي حاجات ما لحقتيش تعمليها او غلطتي فيها، فانتي كده كده ست عظيمه سواء ام او مدرسه. تأنيب الضمير حمل تقيل وملوش لازمه، ولا هو دليل على الحب على فكره. فسامحي نفسك، انتي انسانه مش ملاك. وتاني هفكرك، الولاد مش محتاجين ام مثاليه، الولاد محتاجين ام حقيقيه بتحبهم بجد.